حياكم الله جميعا. أمران سيئان في القطاع الصحي في السويد. من خلال مناوبة، آخر مناوبة كنت مناوبها، فكنت ماشي بالكريدور إسعاف الأطفال بجنب إسعاف البالغين، إسعاف الكبار. فمن المناظر اللي أزعجتني صراحة رغم التقدم العلمي الهائل في السويد، يعني هذا أمر لا يخفى على أحد أنهم يستعملون أحدث الأجهزة ويأخذون بأحدث البروتوكولات الطبية، هذا أمر ثاني. لكن مشاهدتي اللي أزعجتني هي أول شيء وجود أسرة في الكوريدورات، لأنه ما في غرف كافية بالإسعاف، فالمريض أحيانا بالكوريدور يحطونه على تخت ويكون بالكوريدور، فهذا أمر أعتبره سيء جدا. المريض اللي رايح واللي جاي والمريض ملقى على تخت بالكوريدور يستنى دوره ليشوف الطبيب، أو يشوف الطبيب وبعدين يستنى لتفضى غرفة ليقولوا عليها أو شيء. الأمر الثاني طبعا هذا الأمر أنه المرضى بالكوريدورات بالإسعاف، يعني أنا شفته بالسويد، يعني حتى ببلدنا بسوريا رغم ضعف الإمكانات، لكن ما كنا نشوف مرضى بالكوريدورات، يعني مريض حتى لو أنه بالإسعاف أنه زاوية صغيرة ينحط المريض فيها. الله المستعان. الأمر الثاني هو نقص الموظفين، نقص الشديد في موظفي القطاع الصحي. هذا الأمر أيضا جدا سيء. فأحد المواقف اللي تعرضت لها راح أحكي لكم إياه فيديو ثاني على هذا الموضوع. يعني فنقص الموظفين بالكادر الصحي أيضا أمر سيء. ممكن تلاقي طبيب واحد مناوب على الأجنحة والإسعاف ومريض يستنى حوالي 6-7 ساعات. طبعا الأمر هو مادي بحت بالنسبة لهم، أنه ما بدهم يوظفون عدد أكبر مشان ما يضطروا يدفعوا رواتب. حياكم الله جميعا. حبيت أشارككم بهذا الفيديو. أخوكم الدكتور مهدي مولود من الحب.